عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وعندنا النهارده جولة حلوة جدا، والفيديو ده ان شاء الله يعجبكم. في حاجات كتير مفيدة ان شاء الله تستفادوا منها. قبل اي حاجة كده حطوا لايك للفيديو. الناس اللي بتشوفني لاول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. وتعالوا بينا نكمل جولتنا ونشوف الحاجات اللي هنشوفها النهارده. واول فرشة معانا دي بتبيع دفايات او حافظات سرير او دفايات سرير، في بالمتر وفي بالكيلو. اللي بالمتر بتبيع المتر ب170 جنيه زي ما انت عايزة بقى، تمام. واللي بالكيلو بيبقى قطع، يعني في قطعة مترين، قطعة مترين ونص، قطعة متر ونص. وانتي وعلى حسب ما تنقي بقى. في ناس بتلاقي قطع كبيرة عادي تفرش سرير وكده. المهم انتي بتحطيها على الميزان زي القطعة اللي انا حطيتها على الميزان كده، وتطلع زي ما تطلع كيلو، كيلو ونص، كيلو 300 بتطلع، بتتحسب بسعرها على الميزان، تمام. انه افضل، انتوا شوفوا بقى انه افضل ليكوا. هل انت لو جبتي قطعة لقيتيها مثلا مقاس السرير عندك ووزنتيها لقيتي سعرها اقل من انت تقطعيها يعني بالمتر، مفيش مشكلة. فانتوا شوفوا الافضل ليكوا ايه واعملوه. انا قلت لكم ان بالكيلو الكيلو ب160 جنيه، وبالمتر المتر ب170 جنيه، تمام. هو اكيد يعني على حسب التقل. يعني الخامات اللي هي في ايدها بتاعت شلبي دي تقيلة جدا وبرتها عالية وبتوزن على الميزان. القطعة اللي هي حطيتها على الميزان دي معدية مثلا الكيلو 400 جرام او كيلو 300 جرام حاجة كده. خامة تانية حطيتها كانت لأ اقل من الكيلو، فقطعت ب150 جنيه، دي قطعت ب200 جنيه، رغم ان المقاس واحد تقريبا. فاهمين قصدي؟ الفكرة هنا في التقل. بعد كده ده قماش رمضان، بس دي يا جماعة عرض عرضين، اللي هي قماشة الملايات. يعني دي اللي هي عرض مترين ونص، المتر بتاعها عرضه مترين ونص. هو قال لي 50، انتوا عارفين ان احنا جبناها في سوق الخميس ب45، فيعني 50 من 45 انتوا بتفصلوا اكيد في الخمسة دي، فالدنيا تمام يعني، الاسعار قريبة. بالنسبة بقى للرولات دي اللي هي الستيكر بتاعة المطبخ، المتر ب20، تمام. فانتي بقى عايزة رول على بعضه 5 متر ب100 ماشي، عايزة رول اكبر ماشي، عايزة بالمتر كده برضو ماشي. المتر ب20 جنيه، تمام. قولولنا برضو في الكومنتات انتوا بتشتروه بكام، وهل ده سعره كده كويس ولا لأ، لاني اول مرة اسعره. يعني الرول اللي في ايدي ده قالت لي ب100 جنيه 5 متر ماشي، او بتبيع عد بالمتر برضو، تمام. فانتوا الناس اللي بتشتريه وعارفاه يعني وعارفه اسعاره قولولي، علشان لو سعره كده كويس تمام، مش كويس ان شاء الله اعمل لكم جولة في الرواعي فيها اماكن بقى مخصوص للحاجات دي. لان حد منكم برضو سألني على الفوم بتاع الحوائط والستيكر بتاع الحوائط واللي هو ورق الحائط يعني. فعايزه اعمل لكم جوله ان شاء الله قبل رمضان باذن الله. الخضار هناك بصراحه سعره حلو. الفلفل الاحمر ده سعره 25 جنيه، تمام. البطاطس اللي فاتت كانت ب8، والبتنجان الرومي كان ب6.5، تمام. وبعد كده ان شاء الله هاخدكم. بصراحه عجبني ان الفلفل الاحمر يبقى 25. هنشوف الليمون هنا ب25، بس خلي بالكم شايفين شكله حلو ازاي في الكاميرا. قدامه الناحية التانية صغير خالص، وهو اللي بيعبيه، ممنوع حد ينقي. يعني انا قلت لها يخليه اغلى شوية ونقي، قال لك لا لازم هو اللي يعبيه، تمام. فزي ما قلت لكم هو من بره شكله كبير ومليان كبير، قدامه بقى ليمون صغنطوطي خالص. شفتوا الزيتونة زي الزيتونة كده، فللاسف هو اللي بيعبيه. معرفش ده ممكن يبقى فيه مية ولا لا. ومعرفش ازاي ناحية كلها ليمون كبير وناحية تانية ليمون صغير كده، مش عارفة، معرفش عملوها ازاي دي يعني، فصلوه ازاي مش عارفة. المهم عشان ما لخبطكوش، كنت لما بعدي على الورقيات والبامبرز والمناديل وكده بتقولولي اسألي، فسألتلكوا الباكت بيبقى فيه 38 قطعة ب110 جنيه مع كل المقاسات من 1 لحد 5. فقلت برضو اسأل واقولكوا، تمام. بالمناسبة برضو دي فرشة بتبيع ميلامين، معاه فرز اول وفرز تاني، تمام. معاه درجتين يعني، فرز اول زي ما انتم شايفين وفرز تاني. فالحاجات الفرز الاول ليها سعر، والفرز التاني بصراحة سعرها حلو قوي عنده. بس بقى ايه، تنقوا اللي هو ايه يعني، ايه اللي يكون فيه مشكلة قليلة، يعني ما يكونش الديفو بتاعه باين قوي. يعني انا هوريكم مثلا دي صينية يعني كان حد بيشوفها فاديتها له، بصوا ب25 جنيه. شايفين الفقفقة اللي في الجنب دي؟ هي الديفوهات مش كسر، الديفوهات هي انه البلاستيك عليه طبقة كده بتلمع شفافة، فالطبقة دي فيها فقاقيع من الهواء كده او بابلز كده،
فهي دي بس، هو دي المشكله. يعني عايزه اقول لكم الصينيه دي كلها ب15 جنيه دي، واللي تحتها دي ب25. فالصراحه يعني اسعارهم كانت كويسه جدا. ودي المدوره دي ب25. بصوا دي اهم. في بقى منهم الديفو بتاعه صعب، زي مثلا لو فيها شرخ او حاجه ده خلاص كده بايظه. انما البابلز دي لا عادي مفيش مشكله. يعني هم بصوا ب25 جنيه. تمام. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، يعني الفرش بتاعه كبير جدا وعليه شغل كتير قوي. وكمان بقى عنده كل الاطباق بتاعه رمضان، الصواني، القوارب والسرافيس بتاعه الغرف، كل حاجه. تمام. انا كنت كل ما عليا ان انا اللي اجي اصورها الناس تقول لي طب هاتي دي، انا ولا لا طب هاتي دي، انا كده. لان الفرش كان في منتصف الطريق، يعني في النص الرصيف كده اللي بيفصل بين الشارع ده والشارع ده. فكان يعني ايه صعب ان الناس تبقى في النص كده. ماشي. بصوا ما شاء الله الفرش بتاعه زي ما قلتلكوا عليه شغل كتير جدا. وبصراحة الفرز التاني بيمشي بسرعة اكتر من الفرز الاول بسبب سعره. يعني سعره بيبقى مثلا لو الصينية ب100 بتبقى نازلة ل25. برضو السيرفيس ده حلو قوي ب50 جنيه زي ما انتوا شايفين. في برضو حبة بابلز صغيرين كده في جنب يعني. تمام. قولولنا برضو هل بقى الفقاقيع دي بتقشر بعد كده ولا لا، لو حد جرب. عايزه اوريكم كمان عنده اطباق رمضان. الاطباق عنده بصراحه سعرها حلو، وبس ايه مش الملامين بقى التقيل قوي، لا اللي هو المتوسط. الصينيه دي جامده جدا، جميله بشكل، 145 جنيه. وبرده عنده صواني فرز تاني هوريها لكم. الطبق ده ب17 ونص، عجبني اوي الصراحه. في منه بقى اشكال والوان زي ما انتوا عاوزين. لطيف جدا جدا، الاطفال تتبسط بيه قوي بجد بجد. والوانه حلوه قوي، والشكل الثلاثي بتاعه ده مخليه شكله حلو قوي. عايزه اقول لكم السوسيره دي او بتاعه التوابل دي الاربعه ب10 جنيه، يعني ب2 جنيه ونص. الصينيه دي برضو دي فوق ب65. واللي ب10 جنيه دي مكسوره اصلا ملهاش اي لازمه خالص. ودي ب40. كل واحده مقيمها على حسب الديفو بتاعها يعني. اي شبشب هنا ب40 جنيه. ماشي. اي شبشب سواء بقى اطفال او رجالي او كده كله ب40 جنيه. الشباشب كلها ب40 جنيه. وهنا بقى الاطباق الاركوبال، يعني مغرقه الدنيا الصراحه، ماليه الدنيا ب15 جنيه. كل الصفين اللي قدام دول ب15 جنيه. ماشي. والاكبر شويه ب25 برضو، دي ب15. والله حلوين جدا، والناس بتعمل منهم اطقم. عايزه اقول لكم كل مقاس بتاخد منه 6 رسمه واحده. يعني بتنقي رسمه معينه هي عجباها وتعمل منها بقى اللي انا بوريهولكوا ده ب25. وتعمل منه طقم زي ما هي عايزه بقى، تعمل 18 يعني مثلا 3 وسط، 3 مسطح، 3 بوله كده. تمام. زينة رمضان برضو من اول 5 جنيه. وكروت المغناطيس والمفرش اللي في ايده ده ب25 جنيه، اللي هو مفرش الاكل البلاستيك ده ب25 جنيه. تمام. عنده منه برضو جميع الاشكال بتاعه رمضان. هنا كنت بشوفه لقيته خفيف جدا الصراحه. يعني كل ما كان في كتان اكتر كل ما كان افضل، لكن ده برضو بيأدي الغرض وحلو لو انتوا عايزين مثلا تحطوه على ترابيزه في المطبخ او حاجه. ما تتنهوش بقى وتطبقوه كل شويه وتلموه، لا افرديه وسيبيه عشان ما يتكسرش منك، فهيفضل معاكي ويبقى كويس جدا. انما انه يتفرد ويتلم هيتكسر بسرعه جدا. فروشات ادوات المطبخ ما شاء الله ماليه الدنيا. وعايزه اقول لكم عشان ما توهكمش معايا، انا هنا لسه زي ما انا. يعني انا اللي متابعين الجزئين اللي فاتوا نزلت عند سور المترو وماشيه مع سور المترو، لان ان شاء الله هندخل في الفيديو ده جوه بقى المساكن. بس هوريكم علامه مميزه جدا دخلنا من عندها. السمك ده ب50 جنيه كنت قلتلكوا عليه في الجزء اللي فات. والمكرونه ب80، الكيلو ربع ب100. تمام. علشان بس ايه منتوهش من بعض في الكلام. هقولكوا ان احنا هندخل المساكن من جوه في سوق تاني. يعني عايز ما شاء الله ما شاء الله السوق ده ملوش اخر. برضو الناس اللي قاعده بلبس بالة كتير جدا. الجاكيت الجينز ده ب50 جنيه. تمام. وحبيبتي اللي كانت بتسأل على قماش الستاير وكانت زعلانه عشان انا والله انا منزلتش من ساعتها. انتي سألتيني وانا منزلتش، فسألتلك عليه كذا حد في السوق. دي ستاره جاهزه 4 متر ونص، عرض 3 متر. خليكي معايا اهو. المتر ب100 جنيه، ال4 متر ونص دول ب450، يبقى المتر عرض 3 متر بكام؟ قولي معايا ب100. طيب هنقابل حد تاني وهوريك السعر عنده برضو.
انا هنا قدام السنترال، شفتوا فرع ويوش، وريتكم المبنى قدام السنترال بالظبط. ماشي. الراجل بتاع الشوك ده بيبيع الواحدة من دول ب10 جنيه. ماشي، ب10 جنيه. عايزه اقول لكم المعالق بتاعته حلوه جدا، والشوك كمان جميله الصراحه، وتقيله وخامتها حلوه قوي. والمعالق الصغيره خالص اللي هي بتاعت الشاي، معلقه الشاي دي ب5 جنيه. وورا عنده حاجه كده ورا قدام السنترال على طول، التلاتة ب10. ماشي. 3 ب10 بقى ميكس شوك بس خفاف، يعني شوك معالق شاي كله على بعضه. بس صراحة يا جماعة الشوك والمعالق اللي موجودة في سوق التلات سعرها تحفة، وخامتها تحفة التحفة. انا هنا بقى في دخلة الشارع بتاع اللي جنب السنترال، هندخل من الشارع اللي جنب السنترال يا جماعة على طول. تمام. ودي بقى اطقم خروج بنوتاتي كده لحد المحيرات. بيقول الطقم ب290. يعني انا شايفة انه غالي شوية، صغيرين، بس يعني اعتقد ان السوق اللي جاي السعر هيكون اقل، لان احنا بدأنا خلاص في تصفيات الشتوي، فالاسعار اكيد ان شاء الله هتبدأ تقل. الناس اللي عايزة تجيب لبس العيد، تصفيات الشتوي هتبدأ تنزل في الاسواق زي ما بدأت انها تظهر في المحلات كده، والتصفيات ابتدت تشتغل. ف290 دي اعتقد ان احنا مش هنسمعها التلات اللي جاي مثلا. ده تروسيكل بيبيع بيض، بيبيع الطبق ب100 جنيه. بصراحة يعني انا عمالة افتش في البيض ليه ب100 جنيه، مفيش بيض ب100 جنيه دلوقتي. فقلت برضو لو حد فيكم جربه يقول لنا في الكومنتات عشان كلنا نفيد بعض، هل حلو ووحش، ليه سعره اقل من البيض العادي اللي موجود في السوبر ماركت. فقولوا لنا برضو اللي جربوه. بالنسبة للكتاكيت، في ال4 ب10 وفي ال5 ب10. وكان معاه بط بس معرفتش اصوره لان العربية بتاعته كانت عالية قوي، ومش فاكرة كان بيبيعه بكام الصراحة. البسلة كانت ب12.5. هي مليانة الصراحة، بس كان فيها اصفر كتير. يعني اعتقد ان اللي بتتخزن دي بتهيألي بتستوي، يعني مش بتفضل ناشفة. البصل كان الربطة الكبيرة دي كانت ب10 جنيه. والملايات اللي انتوا شايفينها دي ملايات سرير كبير ب200، والملايات السرير الأطفال ب250 الطقم. السرير الكبير 5 قطع، وسرير الأطفال 6 قطع. ورسمة الخيامية دي في منها سرير كبير، يعني سواء الزرقاء أو الحمرا دي للسرير الكبير 5 قطع ب200 جنيه الملاية. تمام كده. وزي ما قلتلكم، ده انا بقى هنا خلاص، انا داخله اهو من جنب السنترال. اكيد انت شفتوا المبنى على ايدي الشمال. انا كده يعني هتخلي السنترال على ايدك الشمال وتدخلي الشارع ده. ليه بقى هندخل الشارع ده؟ الشارع ده فيه حاجات كتيره جدا جدا هتعجبكم، شارع حلو قوي الصراحه. وادي الستاير تاني بتاعه البلكونه. بس هنا المتر كان ب50 جنيه، وده لانه عرض 1.5 متر بس، مش عرض 3 متر. يعني هتاخديها توصليها، انتوا فاهمين قصدي. والراجل ده قال لي ستاير البلكونه مفيش منها 3 متر، هو قال لي كده. فتقريبا بقى اللي كان معاه 4 متر ونص دول كان موصلهم بقى ولا ايه، ما تفهموش. فدي معلومه برضو زي ما قال لي، زي ما قلت لكم بالظبط. قال لي ان ستاير البلكونه مفيش منها 3 متر، فدي عرض 1.5 متر ب50 جنيه. فلو انت عايزه مثلا 3 متر هتاخديهم 6، ف3 متر هتاخديهم 6، فهم برضو هيقف عليكي ب100 جنيه المتر، اللي هو عرض 3 متر. يعني المتر هيبقى مترين. معرفش، انا حاسه ان انا بلخبطكم قوي، بس ده اللي اتقالي فحبيت اقوله لكم. ماشي. بعد كده الراجل بيبيع اي قطعه من دول ب5 جنيه. قطع ملابس اطفال داخليه ب5 جنيه القطعه. وده معاه فوط مطبخ بيضة، فوط قطن زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم خامتها تحفه، مثلا تغطي بيها على حله، تغطي بيها على عجين، بجد حلوه جدا. وعايزه اقول لكم الاربعه ب10 جنيه، والله العظيم كنت مش مصدقه ايه ده بجد. الاربعه ب10 جنيه، فوط قطن فيها سترايب كده، ستان مقلمه شويه منها فيها، وحلوه جدا الصراحه. فانا هنا عشان ما تتوهوش مني تاني، في الشارع اللي ورا السنترال. يعني هتيجي عند سنترال المرج وتدخلي الشارع الصغير اللي جنبيه، هتخلي السنترال على ايدك الشمال وتدخلي من الشارع ده. ليه بقى بتدخلي من الشارع ده؟ الشارع ده كله مليان حافظات سجاد، للناس اللي بتسألني على حافظات السجاد. بس الحافظات هتكون في الجزء اللي جاي على طول، لانها يعني ليها حبة حلوين معانا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله مصورينها. وكمان في كل انواع القماش اللي انتوا عاوزينها، والستاير وقماش التنجيد. تمام.
كل حاجة، لبس البالة، لبس الأطفال، تصفيات شتوي، كل حاجة موجودة في الشارع ده زي الشارع اللي بره بالظبط، ويمكن أحسن كمان. حسيت إن أسعاره أحلى شوية عشان متداري شوية. تمام. دي ترنجات أطفال ب150 جنيه، وزي ما قلتلكوا على الأسبوع اللي جاي الأسعار دي هتهدى كمان شوية. عجبني الدبلة دي أوي، قلب 40 جنيه، شكلها تحفة الصراحة، مربعة كده شكلها جديد. تمام. يعني الفرشات دي برضو موجود منها كتير في السوق. واي سباتولا من دول بتمنها 25 جنيه، بصراحة خامتهم تحفة وحلوين قوي، الوانهم جميلة وسعرها حلو، 25 جنيه برضو. اعتقد ان سعرها حلو لان هي بقت تبقى اغلى من كده شوية، بس يعني تمام. طبعا ورق الصينية دي اللي عليها السباتولات دي فرش كبير جدا من ادوات المطبخ وتجهيزات العرايس، يعني زي ما بيقولوا من الابره للصاروخ، كل رفايع المطبخ والحاجات. بصوا، والاطقم كل حاجه ورا، يعني في اطقم حلل كبيره جدا ورا، واطقم صواني وحاجات يعني بتفاصيلها. يعني ان شاء الله برضو ابقى اعمل لكم بقى ايه، يعني اصور لكم فرش من دول بالتفصيل كده باسعاره. الكروكسات اللي قدامكم دي ب40 جنيه. تمام. وفي فرش هنا برضو عليه حاجات كده عجبتني، ان شاء الله نشوفه مع بعض في الجزء ده. يعني نيجي بقى لكوبايات رمضان، وعايزه اقول لكم ان الطقم ده عباره عن المجين الكبار اللي انتوا شايفينهم دول ب50 جنيه. عنده اطقم كتيره من 2 بس، يعني طالع جديد كده، كان الاول 6، بعد كده 3، بعد كده بدأوا يبقوا 2 بس. برضو الطقم ده ب60. عجبني قوي الكوبايه المضلعه او المج المضلع ده، يبقى تحفه في العصير وكبير كده وشكله شيك قوي. تمام. يعني بتهيألي الكوبايه تاخد لها بتاع اكتر من 350 ملي حاجه كده، يعني كوباياته كبيره، او 400 ملي كمان. برضو الاطباق الاركوبال اللي مغرقه الدنيا، سواء في سوق الخميس او في سوق التلات، اللي في ايدي ده ب15 جنيه، الستة ب100. تمام. الستة ب100، الصفين اللي قدام دول كلهم، وبعد كده من اللي وراهم ده ب25، اللي وراهم بقى ب20. تمام. ده ب25 وده كمان ب25، سواء مج الشرب او مج اللي هو البورسلين الاسود ده ب25 جنيه. الشنط هنا معاه فرشتين، فرشة ب60 اللي هي شنط الأطفال الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي، وفي فرشة تانية ب100 هوريها لكم برضو بعد دي على طول. قد ايه السوق ده جميل، وكل حاجة فيه، مفيش حاجة مش موجودة فيه الصراحة. واحلى حاجة فيه بقى اساسيات البيت وادوات المطبخ والرفايع والحاجات دي، قد ايه جميلة. وانت كده بتلفي هنا وهنا وتتفرجي. بس احلى حاجة في الاسواق دي انك ما تنزلهاش لوحدك ابدا، يعني لازم يبقى ماشي معاكي حد، عشان خاطر بيبقى ممل قوي انك تبقي ماشيه لوحدك كده. لا، يعني لما تبقوا نازلين انزلوا مع بعض، انتي واختك، انتي وصاحبتك، انتي وجارتك، هيكون افضل كتير. الشنط دي اللي ب100 جنيه، وبصراحه عجبوني قوي، عجبني سعرهم وخاماتهم وشكلهم. صراحه كان عنده تشكيله حلوه جدا الشنط اللي ب100 جنيه. البلاطي دي عايزه اقول لكم ب370 جنيه. الراجل بقول له كام، قال لي 370. فسعرهم حلو قوي، انا عجبني البيج ده جدا. يعني بصراحه سعرهم حلو قوي على ان هم يبقوا 370. ويمكن كمان ينزلوا الاسبوع اللي جاي بسبب تصفيات الشتوي، والله اعلم. بس يعني خبرتي البسيطه في الشغلانه دي بتقول كده، ان خلاص كل ما الشتاء يبدأ تصفياته ندخل عليها اكتر ونقرب من الصيف اكتر، والشتاء يبدأ ينتهي، فالاسعار بتاعت الشتوي بتقل. ف370 يعني هو سعره حلو، بس ان شاء الله يبقى احسن الاسبوع اللي جاي والاسعار تبدأ تقل اكتر. دي فرشة بالة، بيبيع اي قطعة ب60 واي جاكيت ب100. ماشي. اي قطعة زي كده ب60 جنيه. انتوا بقى بتبصوا فيهم كده. وفي برضو جواكت، في بلاطي زي مثلا البلطو ده، برضو معرفش هو مقاسه صغير، يعني مش كبار، مش مقاسات كبيرة، خلي بالكم. وبرضو في ده، في منه كذا قطعة. المهم يعني ان كان اي حتى على الفرش ب60، واي جاكيت كان ب100 جنيه على فرشة البالة دي. تمام. كل الفروشات دي موجودة يا جماعة ورا السنترال. ودي بقى من احلى الفروشات اللي موجودة برضو في سوق التلات، فيها قطع غيار البوتاجازات وارفف التلاجات. بس اهم حاجة تقوليله نوع البوتاجاز او نوع التلاجة، هو بيطلع لك الحاجة اللي ناقصاكي على طول. انا كان عندي مفاتيح البوتاجاز اللي هي الايد اللي بتفتحي بيها العين دي، كذا واحدة فيهم مكسورة. فبسأله عليها قال لي الواحد ب10 جنيه. فالصراحة برضو يعني اعتقد ان الاسعار بسيطة. برضو عندك مطحنة الخلاط بايظة، درق الخلاط، غطا الكولمن، اي حاجة من الاساسيات والكماليات دي هتلاقوها موجودة عنده
الراجل ده فارش في ظهر السنترال على طول يا جماعة. زي ما قلتلك مع سور المترو ووصلي عند السنترال، خلي السنترال على ايدك الشمال وخش الشارع الصغير ده في شمال تاني، يعني كأنك بترجعي مع السنترال تاني. تمام. هتلاقوا بقى الفرشات اللي انتوا شفتوها دي، واستنوا بقى ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون فيه حافظات السجاد، وهتلاقوا فيه حاجات كتير حلوة ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش اللايك يا حلوين. اشوفكم فيديو جديد وجولة جديدة. مع السلامة.